كيخاف من والديه لا يفيقوا به والسر تاعو يتكشف، قرر انه يقضي عليهم. والاغرب انه كشف الحكايه تاعو هذه كامله في لايف والناس الكل تتفرج. الطفل هذا اسمه منهاز وكان عمره 21 سنه. وين صرات الحكايه هذه؟ صرات في كندا في بلاصه اسمها مرخم. العائله هذه اصلا من بنغلاديش وهاجروا لكندا يحلموا به يوصلوا ولادهم لمراتب عاليه، وكانت تستنى غير في منهاز ولدهم هذا وبنتهم واحده خلاف به يكبروا ويخرجوا حاجه. على هذه بويهم كان يخدم الليل مع النهار غير به ولادو يقراو له برك وما يحتاجوا حتى شيء. المهم انه ما هاجروا بدات الامور تمشي كما مخطط لها، ولادهم يقراو وهما يخدموا عليهم وهي ماشيه. ولكن الحكايه بدات نهار اخت منهاز هذه دخلت لكليه الطب. كي دخلت للكليه هذيك والديها كانوا فرحانين بها بزاف وشافوا بلي الهدف اللي جاو على جالو لكندا بدا يتحقق ويبان في ارض الواقع. ومش هيك برك، هنا بداو يديروا الضغط على ولدهم، شوف اختك وين وصلت ولازم انت تدير كيفها ولا ما خير منها. ولهنا بدا منهاز يتضغط في القرايه تاعو وبدا يكره حياته بشوي. في هذيك الفتره منهاز كان يقرا في الثانويه، بدا يقتل في روحه في القرايه باه ينجح كيما نجحت اخته. وبالفعل منهاز قرا ونجح وصل للباك وداه. وهنا قال لهم خيرت نقرا تخصص الهندسه. ولديه فرحوا به بزاف لانه ولدهم راح يولي لهم مهندس. ولكن منهاز ما خيرش اي جامعه يقرا فيها، راح خير ارقى جامعه كاينه باه يقرا فيها. ووالديه ما كان عندهم حتى مشكل مع الحاجه هذه لانه هذا هو الهدف الاساسي اللي خلاهم يهاجروا. راح يقرا منهاز في الجامعه هذيك اللي خيرها، وكل مره يعيط لوالديه يطلب منهم المصروف ويطلب منهم سوارد، كان اي حاجه يحتاجها يعيط لهم. ووالديه ما كانوا يرفضوا له حتى طلب، بحكم انه ولدهم قاعد يبني في المستقبل تاعو. منهاز كان على باله بوالديه واش حابين وبلي قادرين يديروا كلش غير باه ينجح هو في الجامعه. واش راح دار؟ ما راحش سجل في الجامعه اللي قال لهم عليها، راح سجل في جامعه تاع الناس الكل. ولكن والديه كان مفهمهم بلي هو مسجل في جامعه مرموقه، والتكاليف والمصاريف اللي كان يطلبها منهم على اساس هذيك الجامعه المرموقه. ولكن الحكايه ما جاتش عند هذه برك وحبست. منهاز واش دار؟ سداسي الاول صح دخل يقراه كيما الناس، ولكن من وراها ولا ما يخرج من الغرفه تاعو ويعقب نهاره كامل غير لعب بالبلاي ستيشن. ووالديه مدايرين في بالهم باللي ولدهم هذا راح يخرج لهم مهندس كبير ومن جامعه مرموقه. بقى منهاز على هذاك الوضع، وكل مره ما يحكي مع والديه يفهمهم باللي هو قاعد يجتهد وبلي قاعد يدير اللي عليه وبلي ما بقالوش ويتخرج. وولديه متحمسين خلال اقصى درجه وهو موش قاعد اصلا قاعد يروح يقرا. قام منهاز ماشي على الحكايه هذه حتى وصل لعام التخرج اللي هو 2019. لهنا والديه يسناو فيه يتخرج وهو اصلا مش قاري. منهاز خاف من انه يكشف لهم السر هذا باللي كان مبطل القرايه وباللي هما كانوا قاعدين يصرفوا عليه هكاك برك وهو راقد ويلعب. ما عرفش كيفاه يبداها لهم ولا كيفاه حتى يكشف لهم السر هذا. واش دار منهاز؟ هز روحه وراح روح للدار. كيما دخل البعد قابلته امه، هز لها عصا كبيره وعطاها بها للراس، خلاها ميته في بلاصتها. بعد خرجت له جداته كيف لقات نفس المصير. من وراها منهاز ولا قاعد يلعب في البلاي حتى جت اخته. من وراها منهاز ولا قاعد يلعب في البلاي كل ما دار والو ويستنى في اخته تروح. كيما جات اخته روحت حتى هي قضى عليها، خلاها مطيشين كيما هكاك بعد ما التشبيهم. ورجع يلعب في البلاي حتى جاب به في الليل جويه 12 الليل هكاكا، حتى هو لقى نفس المصير. تخيلوا. الغريب انه منهاز ما كانش حس روحه بلي دار حاجه غلطه ولا ماشي نورمال، بالعكس راح دخل لواحد الابليكيشن وطلع لايف فيها وبدا يحكي لهم واش دار بالضبط ويضحك، لدرجه انه الناس اللي كانوا قاعدين يتفرجوا فيه في اللايف واحد فيهم ما صدقوا، بنت لهم بلي الانسان هذا قاعد يشيخ بهم وفرات. ولكن هو اصر بلي الحكايه هذه كاينه منها ودارها صح، لدرجه انه نعتلهم واش دار في اللايف. تخيلوا. لهنا المشاهدين هذوك واش داروا؟ راحوا بلغوا الشرطه من اللايف هذاك اللي كان حلو، قدرت توصل للبلاصه اللي راهو فيها. كيما جاوه بعد منها سلم روحه مباشره واعترف لهم بواش دار. من وراها حكى لهم كلش واش دار بالتفصيل، وقال لهم بلي ندمت على كل حاجه درتها وبلي ما لقيتش اصلا الحل المناسب اللي يقدر يخرجني من المشكل هذا. بدي يستنوني اني نتخرج لهم نولي لهم مهندس، وانا ماني راح نتخرج ما راح نولي مهندس. وكي جاو يشوفوا في تليفونه لقاوه باللي مصور واش دار كامل بالتفصيل.
كي اعترف لهم ولقاو عنده الادله بالفيديو، حكموا عليه بالسجن مدى الحياه، ما يقدرش يدير افراج مشروط حتى يفوت 40 سنه السجن. وهكا كانت نهاية الكذبة تاعو اللي بدات بضحكة. درك قولوا لي نتوما واش في رايكم في الحل اللي كان قادر يديروا بلا ما يوصل للوصلة هذه؟ وتاني كاش نهار كذبتوا كذبة على والديكم وحصلتوا فيها. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساوش تابعوني حسابي تاني خليكم لهنا، وعلى الايجي اكرام بشكو.